عايز اجي بقى الموضوع الكابتن حسام حسن. اتفضل. نهدى بقى شويه. لابد ان احنا نتفق في الاول كده ان الكابتن حسام حسن اخطا في تصريحاته. ولكن انا واحد من الناس انصافا للكابتن حسام حسن وانصافا لاي حد مكان الكابتن حسام حسن، لان اي حد من الكباتن ممكن يبقى نفس المكان في يوم من الايام. لا، لابد الا تغفل الظروف اللي بيعمل فيها حسام حسن. حسام حسن وهو جاي وهو موجود المجلسين مش عايزين اللي فات واللي موجود، وخاصه المهندس هاني ابو ريده. وهو المهندس هاني ابو ريده جاي قبل من المهندس هاني ابو ريده كان في تصريح شهير للكابتن حسام حسن قال لك انتوا رايحين تجيبوا الناس اللي انتوا مشيتوه. فالكابتن حسام حسن عارف ان المهندس هاني ابو ريده بمجلسه بمن يعمل مع مجلسه من الخارج عارف كويس قوي ان هم مش طايقين الكابتن حسام حسن. فالكابتن حسام حسن عنده من جواه يعني احساس ان الناس دي مستنيه له غلطه. هتيجي تقول لي هو انا لا ادافع عن الكابتن حسام حسن، ولكن انا اسرد الامور بمنطقيه وبتحط نفسك مكان الراجل. ده السرد المنطقي. انت بتقول الحقيقه من غير مكياج خالص يعني. تمام خالص. تمام يلا بينا. المعتاد مني يعني. بزعل ناس كتير بس انا اسف والله. هي دي القصه يعني. ماشي كمل. فالفكره هنا على الصعيد التحليلي، اما عن صعيد الخبر وعن صعيد ما دار في الكواليس بالنسبه للكابتن حسام حسن بعد مباراه اوزبكستان، يدفع الكابتن حسام حسن انه يكون تحت الضغط الكبير ده. لان ما وصل لمعسكر الكابتن حسام حسن ان انا بقول لك معلومات من عند الكابتن حسام حسن. يلا. مش هقول لك هو اللي قال لي، ولكن في ناس يعني هو الراجل وصل له ان بعد مباراه اوزبكستان مغادره المهندس هاني ابو ريده للامارات للقاهره، ان دي كانت معلومه بالنسبه له انه راجع علشان يقيل الكابتن حسام حسن. فيتو عايز اسمعك. بص ايوه يعني كابتن حسام انا شكرا يا فيتو تعبناك نورت الحلقه بيه. لا كابتن حسام يعني انا بحبه بجد، لانه كمان ليه مواقف معايا انسانيه ما انساهاش. لكن لو هتسالني بحياديه انا شايف ان الكابتن حسام صعب الامور على نفسه بشكل كبير جدا وبشكل ما فيش داعي ليه اصلا. لان لو احنا رجعنا شويه انا يعني الموضوع يمكن كتله بحثا يعني كلام من 10 ايام او اكتر يعني. تصريحات بالنسبه لي هي الاسوأ لمدير فني منتخب مصر في التاريخ كمحتوى وكتوقيت. واعتقد كابتن حسام لو رجع بالزمن كانش هيحب يقول التصريحات دي. المحتوى صعب جدا يعني، انا يمكن مختلف مع التصريحات كلها وتوقيتها. انت كل ما بتقرب للبطوله المفروض بتلم اكتر. زائد يا ابراهيم ان انا وجهه نظري المتواضعه يعني ما فيش اي داعي للتصريحات دي. هل يعني تفتكر كابتن حسام انا هكمل لك. مشدود؟ طب كمل عشان ما اقولش بعضك. حتى السؤال ده مشدود. كلمه مشدود دي حاسس بالقلق ان هو كلمه مشدود دي ممكن يبقى الموضوع بالنسبه له بعد الحلم الكبير اللي وصل له كاس عالم ما يبقاش موجود. ما فيش اي حاجه تخلي كابتن حسام يبقى مشدود. ليه؟ انا هقول لك تصريحات هو قالها يعني من لسانه يعني. قال لك القياده السياسيه هي اللي جابتني. ودي حاجه تخليك مطمن. كابتن هاني ابو ريده قال تصريح هو الاذكى لهاني ابو ريده طول عمري. ايه بقى؟ اسمع. لما شاف ان الدنيا فيها قلق كتير والوسط كله بيقول الاتحاد هيتلكك للكابتن حسام حسن واخره البطوله مش عارف ايه والكلام ده، ولقى ان في رغي كتير في الموضوع ده، طلع حسم الموضوع يا كابتن حسام. قال لك الجهاز ده مكمل لكاس العالم وهو اللي هيمسكنا في كاس العالم. اعتقد كان تصريح صحيح يعني. أيوة. فانت دلوقتي وكمان في الاتحاد بيقولوا كده وصعد كاس عالم وصعد كاس والناس كانت فرحانه. اخر ماتش لينا هناك كابتن اسامه وعملنا حفله وبتاع والناس فرحانه. فما فيش اي داعي يخليك مشدود او تخليك تقول تصريحات تصعب الامور عليك. ليه تصعب الامور عليك يا ابراهيم؟ التصريحات دي يعني اعتقد هي الاكثر الفتره الاخيره اللي تعمل قلق في الشارع وتخلي الناس تنقسم مين معه ومين ضده ومين بيأيد ومين مش بيأيد. انت راجل لو تخيل لو كابتن حسام طلع بعد الماتشين دول ماتشين بطوله وديه انت بتجرب كابتن اسامه وبتشوفه وبتاع، طلع قال يا جماعه بشكر اللعيبه على المجهود اللي عملوه جايين من السوبر وجايين مش عارف من ايه، وبشكر الناس على الدعم. حتى لو مش كل الناس بتدعمك. مظبوط. قول كده بس بشكر الناس على الدعم. هتكسب كل الناس. والقلق اللي احنا فيه ده والبرامج كلها تتكلم في الموضوع محدش هيتكلم في الموضوع ده.
فهي الموضوع اتصعب عليه لان هو دلوقتي مطالب. كابتن حسام بتمنى له التوفيق، اقسم بالله نفسي يكسر الدنيا مع المنتخب وياخد بطوله الامم ويبقى موجود في كاس العالم، نفسي. بس هو صعبها لانه دلوقتي محتاج يعمل 200% من المجهود اللي كان هيعمله. ليه بقى 200%؟ عايز يكسب الشارع تاني، يكسب الناس تاني، يكسب اللعيبه تاني، لان مليون في المية يا ابراهيم التصريحات دي بتطول الكل، بتطول الناس اللي بتهاجم والاعلام والناس اللي بتنتقد واللعيبه اللي انت الكلام ده برضو مؤذي ليهم. فانت عايز تكسب الناس دي كلها تاني، فانت عايز تعمل مجهود 200%، بس لازم تبدا، يعني تبدا الاسبوع ده تطلع توضح التصريحات دي، والشعب المصري انت ليك رصيد عنده اصلا. السلام عليكم. طبعا العلاقة بين اتحاد الكرة المصري وحسام حسن علاقة فعلا سيئة جدا جدا جدا، الاتنين فعلا مش طايقين بعض، واتحاد الكرة كان مستني فرصة لحسام حسن عشان يسلمه للجماهير وقدام جماهير الكرة المصرية عشان ما يقولوش ان اتحاد الكرة ما كانش بيسنده. جت التصريحات الأخيرة دي اللي اندب فيها حسام حسن عشان يفقد جزء كبير من اللي كانت بتسنده، وفي نفس الوقت يبقى قدام اتحاد الكرة قدام الناس كلها ان الاتحاد واقف جنبه وبيسنده، وقدام كمان المسؤولين اللي عينوه وعايزينه يستمر كمدير فني. لكن حسام حسن بكل امانة بالتصريحات دي جانى على نفسه وفقد كتير من الناس اللي كانت بتسنده وبتدعمه، رغم ان في ناس كتير كمان ما كانتش عايزه حسام حسن. طيب يا حبيبنا، افاجئك بقى واقول لك ان في لعيبه كتير داخل منتخب مصر كتبوا شكوى، ايوه كتبوا كتابه وقدموها لاتحاد الكره في استياء من تصريحات حسام حسن وتصرفاته وتعامله مع اللاعبين بعد المباراه الاوليه بتاعت اوزبكستان، واتكلموا كمان عن تصريحاته بعد المباراه الثانيه مع الرأس الاخضر. اللعيبه عندها استياء قوي جدا من حسام حسن وطريقه تعامله، وفي لعيب كبير مهم جدا جدا داخل منتخب مصر قال ان استمرار حسام حسن هيعمل مشاكل مع اللعيبه الكتير. اتحاد الكره عايز يجيبها بطريقه شيك بحيث ان هو ما يكونش قال لك ان انا ضحيت بيه والكلام ده، عايز يجيبها من ناحيه اللعيبه، واللعيبه فعلا عندها تذمر من ناحيه حسام حسن. وانا واحد من الناس اللي موقفي واضح، انا ما بقيتش حسام حسن من اول ما تعين خلاص انا رايي وانا حر فيه، انت تختلف او تتفق معايا ده رايي. مدرب فاضي ما عندوش امكانيات، ما عندوش فكر، ما عندوش تخطيط، لا يستحق ان يكون مدرب منتخب مصر، وماليش علاقه بكونه ان هو لاعب عمل تاريخ او ما تاريخش، ده ملوش علاقه بكونه مدرب ناجح او مش ناجح. خلاص، وان شاء الله يكون حتى خد كاس العالم وهو لاعب. انا بتكلم عن امكانياته كمدرب ونتائجه السابقه تبين لك ما عندوش بطولات، ما عندوش امكانيات، ما عندوش خبرات، والواقع بيقول ان اداء المنتخب زي الزفت من اول ما مسك المنتخب حسام حسن هو اخوه.